بما اني خلاص ادركت ان لا الضغط هيختفي من الحياه ولا المشاكل ولا العلاقات الصعبه ولا اي حاجه هتختفي، يبقى انا الحل ايه عشان اعرف اعيش، عشان اعرف حتى اقول له يا رب الحمد لله كده من قلبي وانا حاسه بيها ومستشعراها. الحل ان انا ابدا افهم ان كل اللي موجود ده اصلا هو موجود عشاني، موجود عشان يعلمني، موجود عشان يطورني. فبدل ما بقيت بتخانق مع كل حاجه، حتى طبعا لو اتشلت واتهبت شويه، عشان يعني مش هينفع اضحك عليكم انا اقول ان انا ما بتعصبش شويه وما بتضايقش شويه، لا بيحصل، لكن تحسوا كان في مرجعيه برجع لها، بهدى. بدل ما كنت اخد يومين ثلاثه، لا الموضوع بقى ساعتين ثلاثه. بلاقي نفسي كده براجع نفسي وبشوف هو كل اللي بيحصل ده عشان يعلمني ايه، عشان اتطور في ايه، فين العضله عندي اللي لسه ضعيفه اللي محتاجه تقوى. وبخش الجيم الخاص بتاعي، جيم الاستعانه بالله، جيم اني ابدا افرغ مشاعري الاول واقول ايوه انا حسيت بالغضب وحسيت بالسخط وحسيت بالزعل، لكن بالرغم من كل ده انا هبدا اتعلم وافهم انا محتاجه اطور في نفسي ايه. فبلاقي بالحوار بالمنظر ده، بلاقي ان النتيجه اللي بلاقيها في المرحله اللي بعدها او في الخناقه اللي بعدها، بلاقيني فعلا رد فعلي بدا يتغير. تعالوا جربوا، احنا هنخسر ايه؟ واللي ما قدرش يوصل للنتيجه ابعتولي في الكومنتات وانا معاكم لحد ما نوصل ان شاء الله. بالتجربه خير دليل على النجاح.